سطر وقول يا زمان عاللي احنا فيه، حكايتنا فيك من غير تمام، وانا اعمل ايه؟ سطر وقول يا زمان عاللي احنا فيه، حكايتنا فيك من غير تمام، وانا اعمل ايه؟ حكاية بتفرحنا وحكاية بتجرحنا، حكاية بتفرحنا وحكاية بتجرحنا، في كل يوم حكاية. بإيدينا نرسم فرحة وبإيدينا نمسح دمعة، بإيدينا نرسم فرحة وبإيدينا نمسح دمعة، في حكايات بجد احنا غير اي حد، في حكايات بجد احنا غير اي حد. بقول لك يا حاج سيد. ايوه يا حاج فرعون، بقى عليك هتقرفني باين النهارده. انا مش هعرفك. امال ايه؟ احنا دلوقتي عندنا المصلحه ديت هتبقى فيها سبوبه حلوه. انا ما بشوفش منك حاجه يا فرعون. كل شويه تقول لي سبوبه سبوبه سبوبه، هي فين السبوبه؟ هي فين السبوبه دي؟ عامل بص، عامل قعده على العال وبعدين اخر حلاوه، وزمان الدرج ده مليان فلوس. ايه الاخبار؟ الحاج فرحات عمل ايه في المصلحه؟ ما عملش حاجه. كل حاجه ماشيه تمام الحمد لله. يعني كل الناس اللي بتيجي دي دفعت وكله تمام؟ كله دفع الحمد لله. يعني في حدود كام كده عشان احنا لا كتير، شركاء مع الحاج فرحات. ما تعدش يعني كتير. شركاء بقى عشان كده. بس يا ابني اسكت بقى، اسكت اسكت. ايه القرف بتاعك ده؟ اتكلم انا شويه بقى، هاتك القرف. طب ما اتكلم انا بقى شويه. اتكلمي شويه يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ الكلام ده صح؟ لا بالنسبه للفلوس. لا الالمونيا يعني. لا الالمونيا تمام. الالمونيا ايه اخبارها؟ بقول لك يا حاج سيد. ايوه يا فرعون. دي تخصني انا، هتجوزها بعد ما نقبض ايه المصلحه ديت، وانا هتجوزها وهي عايزاني. تتجوز مين يا ابني؟ ما ترميش عليها. تتجوز مين يا ابني؟ دي قد بنتك. انت موافقه صحيح؟ امسح في الجنب دوت، وانت يا عم احمد شد حيلك على الجنب ده. يا عم صمدي كل يوم نعمل الحوار ده، وما فيش شغل ولا في بيع ولا في شراء. احنا بننضف اهو يا حاج. الموضوع ده يا عم صمدي، المحل كله بيشتغل على النبي، بتنضف يا عم صمدي. يا شريف يا حبيبي، صلينا الظهر ولسه ما حدش قال سلام عليكم. يا مسهل يا عم احنا عايزين نستفتح، كل حركه فيها بركه. يا مسهل. واما نخلص الجنب ده والجنب ده نخش على الثلاث براميل نعمل شويه صابون. يا عم صمدي كل يوم على الموال ده يا عم صمدي. لا اله الا الله يا عم صمدي.
يا شريف يا حبيبي. كل يوم روق يا احمد، اعمل الحته دي، اعمل يا شريف الحته دي. صلى على النبي يا شريف، صلى على النبي. لا لا يا حبيبي، انا يهمني اللي انا اعمل لك يوميه محترمه واعمل لاحمد يوميه محترمه، واليوميه مش هتيجي. انا يهمني انتوا صمد احنا بنشتغل اهو بننظف على طول. طيب يعني ما ينفعش كده، والله ما بتبغدد عليكم، والله ما بتبغدد عليكم. انا اول ما ابتديت كنت بحاول حاجه على كده. بننظف اهو، انا كنت والشغل بحاول بايدينا انا بننظف اهو. يا عم صمد احنا عارفين احنا بنعمل ايه يا عم صمدي. طيب يعني كل يوم الصبحيه ولا بعد الظهر اعمل دي يا احمد واعمل دي يا شريف. انت حافظ الشغل يا شريف، انت حافظ الشغل. طيب طيب يبقى الشغل فيه تراب ليه؟ طب يا عم شريف فين التراب يا عم صمد؟ مطلعونا يا عم صمدي. كل لما زبون الرف كله نضيف يا عم صمد، والرف ده نضيف يا عم صمد. انت مش عاوزني اقول يا عم صمدي. ازيك يا زعما؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. بالنسبه انا جيت هنا سالت حاج فرحان من يومين، وكانت في قبل قعده هنا، فقالت لي ان شاء الله هو مش موجود حاليا بس هو هيجي وقت تاني. فانا بسال بس حضرتك يعني موضوع السفر ده يعني ايه نظام، تمام ولا مش تمام، والحاجه دي في وشنا عشان ما اجيبش الناس وبعد كده اتحمل مسؤوليتهم. فانت واثق من الشغل ده تمام يعني ولا ايه؟ طبعا ان شاء الله في. طب انت بالوش يعني اكيد؟ اكيد طبعا ان شاء الله، بس الحاج فرحان مش موجود وانا مكانه. طب خلاص يعني ان شاء الله كده هجيله فرصه ثانيه باذن الله يكون موجود ولا ايه النظام؟ ان شاء الله باذن الله. ماشي يا زعما. الناس اللي معاك دول ايه اخبارهم يعني؟ والله الناس جاهزه وناس تمام زي الفل، والشهاده دي زي الفل وعايز تاكل ايه؟ الشهاده دي في وشك، تبقى في وشك انت يعني. فما تقلقش من اي حاجه ساعتها. ماشي يا باشا؟ فرصه سعيده. طب نعمل ايه واحنا لاقيين شغلانه غيرها؟ شغلانه تمشي والسلام، احنا نعمل ايه يعني؟ خلاص نصبروا بقى اما ربنا يسهل ونشوف لنا شغلانه غيرها. هو كمان صاحب الشغل بيزهق علينا وفي زهق وكل حاجه فيها زهق. مش عاجبه كمان، عمال ننضف وطلع عينه ومش عاجبه. يلا يا عم نعمل اي حاجه اما ربنا يسهل. نشوف لنا اي مصلحه كده بره ولا اي حاجه. يا عم كل واحد خلاص نطلع من تاني يا عم. يعني النهارده هناخد الفلوس ديت عشان خاطر الناس دلوقتي دافعين مبالغ جامده وعايزين يسافروا. انا هاخد حقي بقى في المصلحه دي ولا مش هاخد حقي؟ طب يلا نتفضل نروح على المكتب. اتفضل يا استاذ، اتفضل اتفضل. لازم اخد حقي عشان انا ورايا مسؤوليات، ورايا حاجات كتير. والله ودلوقتي الموضوع بصوا بقى يا حبايبي، عايزينكم تجيبوا الناس الفلوس والباسبور، اما الاجراءات والحاجات علينا احنا ان شاء الله. المشكله ان الناس خايفه، الناس كلها خايفه من موضوع مصر. بيقول لك اللي بيبيع سيارات سيارتهم، واللي بيبيع الارض، اللي مش عارف بيعمل ايه، بيستلف. المشكله في كده. انا باخد فلوس جامده. انت عارف انا جايب من الناس اللي انا جايبهم واحد جزار بعت معاه ابنه اهو رهن ليا علشان خاطر علق وربنا يكزين عليا من ده الكيلو ب5 جنيه. انا خايف يا حبيبي دي شركه سياحه، شركه سياحه معتمده. احنا معتمدين، مش اي كلام، مش ناس قاعدين على الرصيف. كل اللي هنعمله ان احنا هنوديهم اسكندريه ونركب لهم مركب، والمركب دي مش شط اسكندريه، توديهم شط العمر، شط ايطاليا. ما علينا اكتر من كده، رسمي ويخشوا الجمارك رسمي ومفيش اي حاجه، 100 100. كلام جميل مفيهوش مشكله، بس الناس اللي بره مش مقتنعه بكده. انت بقى ان انت سمسار، حقك انت تقنعهم، انا اقنعتك، انت روح اقنعهم بقى. ما هو الخوف حد يغرق منهم، مش هيسيبونا اهاليهم. كده الدنيا صيف، خليهم يصيفوا. ادي يا صيف خليهم يبلبطوا. لا يبلبطوا ده كده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا من الشاي والمهم على عيني. في مصلحه دلوقتي بتاعت السفريه بره. حلو الكلام؟ حلو قوي. بتاعت واحد سمسار كده كان مكلمنا على موضوع ايطاليا، ورحنا مكتب وكده ظبطنا ناس. فانا عايزك معانا في الموضوع ده، ايه رايك؟ بجد والله؟ والله العظيم شغلانه بص بص يا موسى يا عم، خد من هنا واللي انت عايزه يعني. امين خلاص؟ امين يا عم، مفيش مشكله. ايطاليا بقى، وانت عارف ايطاليا وشغل ايطاليا ايوه يا عم، الحمل من عربيه الفول دي. يلا يا عم كله ماشي يا معلمه. ماشي يا عم. هاجي لك تاني على الموضوع ده. يا باشا خلصنا الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. طعميه معاك صح؟ حكم وعمر. يا استاذه جاد، امال الحاج فين؟ الحاج مش موجود. طب انا كنت جاي اسال على الورق بتاعي، اسال مين طيب؟ لا، ما هو الحاج مكانه. حضرتك مكان الحاج؟ ايوه يا حبيبي. طيب انا كنت بقدم الورق بتاعي بقالي فتره وما اعرفش حاجه عنه لحد دلوقتي. اطمن يا حبيبي قلبي، كل حاجه بتتعمل
وهتحقق احلامك زي كل زمايلك موجودين. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيب قلبي، ما اطمن يعني، دي شركه محترمه يا حبيب قلبي. على بركه الله. شركه محترمه. السلام عليكم. مع السلامه يا حبيبي، الف سلامه يا حبيب قلبي. الف سلامه. يا باشا تمام الحمد لله. يا باشا بقول لك ايه؟ قول يا باشا. تسافر؟ اسافر. تعمل السفريه دي؟ فين بقى ان شاء الله؟ ايطاليا بس مش بس يعني زي 10 تشيلسي والساعه ب5 كيلو الحسابه بتحسب حاجه زي كده. امين يابا. جاي معايا؟ جاي معاك يا باشا. معاك حد تاني؟ معايا واحد صاحبي ادالك عليه من جوه. كلم يا محمد. ازيك يا ابو حميد؟ سافرت؟ فين؟ ايطاليا. تهريب. على طريق المي. قشطة. معاك حد تاني ولا انت بطولك؟ لا اشوف لك وظيفه. طب قشطة. خير يا ابني، انت واقفين كده ليه؟ انا واقف سايب شغلك ليه يا ابني؟ وانت يا ابني مش قلت لك قبل كده ما تجيش هنا تاني؟ يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، يلا يلا يا عم. خش يا ابني شوف شغلك انت حبيبي، انت هو. عجبكم الشغل معانا ولا مش عاجبكم، ولا انتوا شايفين شغل بره ولا ايه النظام؟ لا معاك بس الراجل شايف لنا سفريه بره حلوه وكده. طب يا سيدي انت هو شوف مصلحتك انت هو. ماشي يا عم، الله يسهل عليك. يلا يلا انت هو. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك الحمد لله. الاستاذ جمال جاب لك الفلوس والورق بتوعي؟ كله جه تمام يعني؟ الفلوس جت كله. يا استاذ احمد انا مقلق من الموضوع ده يا استاذ احمد. ليه يا باشا؟ انا خايف يا استاذ احمد تقولوا لنا نسافر ونيجي هناك ترمونا في البحر يا استاذ احمد. لا يا باشا، ناس كتير سافرت، مفيش طمن يعني. اكيد الموضوع ده يا استاذ احمد يعني مش هترميني في وسط البحر وتقول لي مع نفسك واقعد ادور على يافطه زي ابو العربي لا لا لا، كده ايطاليا. الكلام ده في الافلام مش عندنا. لا على ضمانتك يا استاذ احمد؟ طبعا. ولو قابلتني بعد كده ان شاء الله، لو قابلتني بقى على ضمانتي ان شاء الله. خلاص يا استاذ احمد، ماشي يا باشا، مع السلامه. شكرا يا استاذ احمد. عملت ايه في الموضوع بتاعي اللي قلت لك عليه؟ يا عم الموضوع بتاعي عملت فيه ايه؟ خلصت الموضوع؟ لا الناس مش هيسيبوني والله. هيخلص لازم الموضوع يخلص. ما حدش انا بدها يخلص وربنا. مش عايز تهريج. هيخلص والله. لازم حق يجي والناس تاخد حقها. والله وهيخلص والله. ان شاء الله. ماشي. اخبار الشغل ايه؟ يعني كل حاجه تمام؟ الحمد لله كله تمام. وفي فلوس حلوه جت المكتب؟ لا تمام، الشهر ده كل الفلوس كتير الحمد لله. علشان انت عارفه بقى فرعون بقى بيحب بقى ايه؟ الغله. اهم حاجه يبقى فيه عشان الدنيا تبقى فل معانا. لا اطمن حاجه الفلوس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فرعون عامل ايه؟ اهلا حبيبي، اهلا بيك. انا جيت سالت عليك من يومين هنا ان شاء الله كده، فكانت الابله بتقول لي ده شغل كده بره. انا كنت بس مشغول مع ناس كده والحمد لله جيت. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. بالنسبه لموضوع السفر اللي احنا اتكلمنا فيه، فانا جهزت الورق بتاع الناس والناس جاهزه ان شاء الله كده، فعايزين بيسالوا بس السفر ان شاء الله يبقى امتى. واحنا عنينا ليك وكل حاجه. تسلم عينيك والله، ده املنا في ربنا كبير وفيكم ان شاء الله يعني. وبامر الله احنا برضك يعني هنخلي الناس دي مبسوطه وهتبقى اخر فل. هتيجي من البلد هم هيسافروا. الناس دي في وشكم، اصل الناس دي لو سافرت وفيها اي حاجه هتبقى في وشكم انتوا. الناس دي هتسافر وهتيجي مبسوطه والبلي هتلعب معاهم، وكل واحد هيجي كده الارض اللي هو باعها هيرجع كده يشتري بدل الارض 2 و3 و4. يعني كده اعتمد على الله ان شاء الله وعليك. اعتمد على الله وخلينا بالنسبه لموضوع السفر دلوقتي، هم مجهزين شنطه ومجهزين الاوراق، هيسافروا من المينا بتاع اسكندريه ولا هيسافروا منين؟ هم بقى احنا هنسفروهم بقى، انت بقى خليها على الله. احنا هنسفروهم على بركه الله ونعم بالله. عدى عليك انا والتاني كده خلاص، كده الموضوع انتهى يعني. بامر الله على البركه. ماشي يا صراحه، شكرا جدا. ماشي حبيبي، مع الف سلامه. سلام على الحاج ان شاء الله. بامر الله. احنا هنتغدى امتى بقى؟ الغدا اخباره ايه؟ زمانه جاي في السكه. طيب ما اتصلتوا بالدليفري ده عشان انا جاي جعان عايز اكل. عارفين يعني انا على طول يعني بحب ان انا القط. حودة. ايوه. فين الشاي يا حودة؟ ايوه يا ريس. حاجة معاك خلص يا حودة.
فينك يا حوده؟ على حظك الميه خلصت يا عم. بص بقى على عندنا وراك كل حاجه. عايز ايه؟ عايز يا عم فين الشاي ده؟ يا عم نجيب لك الشاي. يلا يا حوده. الميه واجيب لك الشاي. كنت جايب لك مصلحه يا حوده، كنت عملت ايه فيه؟ مصلحتي ايه جايه لك طيب؟ صلي بينا على النبي. بخير في سلامه. سلامه بخير. وسلامه بخير يا معلم. في سفريه يا برنس. ده انت جاي تضحك عليا. والله سفريه ايطاليا. ده انا جاي تضحك عليا يا عم. سفريه ايه؟ حد بياكل من الكلام ده؟ انا كلمتك حاجه عن كده ده بلد ضحك؟ ما كله ضحك. لا الموضوع ده مضمون 100% اراك. ده اكيد يعني. في ايطاليا يا برنس. رسيني. وفلوس وتعدي السما. رسيني يا ريس. في مكتب سفريات بيسفر ايطاليا ورحلات وكده يعني. طب نظامه ايه ده؟ ايه؟ نظامه هتدفع مبلغه على وانت مسافر، وبعد كده هو تسهل اقربنا وترجع ملياردير يا عم متعدي. يعني ادفع المبلغ واروح اغرق يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. عيب يا حوده برضه كلام يا حوده. اكيد. عيب يا حوده. اكيد. ايه؟ 30 كده. 30 ايه؟ 30 باب. ده يبقى نصب يا ريس. ليه يا برنس؟ على العموم بص، خلص بس شغل احسن الراجل هيضربني. انت عارف الراجل ده مش سهل. روح بس شوف الراجل وهات الشاي وتعالى. ايه يا ريس؟ جاي اهو يا ريس. جاي اهو. روح يا عم شوف يا عم. عايز ايه؟ هات شاي وميه يا عم. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. انا هديك فلوس يا حبيبي. هديها لك. الدنيا والله زي ما انت شايف الحال يعني حالة ماشية بالعافية. مش شغل يعني انت شايف. ماشي. طب انا في مصلحه حلوه قدامي ان شاء الله كده، لو عجبتكم ان شاء الله هتبقوا ان شاء الله. ماشي يا باشا. في سفريه قدامي دوله اوروبيه. فلو في هنا تفكروا تسافروا معانا ان شاء الله تجيبوا كده وتجهزوا اوراقكم وتطلعوا مع بعضكم باذن الله يعني. خلاص ماشي. المصلحه دي حاجه حلوه كده مش لاي حد، بس انا شفت شباب زي الواد عايزين تاكلوا عيش فتمنيت الخير. والله احنا عايزين ناكل عيش بدل القرف اللي احنا فيه ده. والله شرف لينا برضه ان شاء الله. والله يا باشا صاحب الشغل. ايه ده يا شيخ؟ لا هيك ما امشي الحال معانا بنوم. هذا محلك العيش، انا ما عنديش حد يقعد يحكي مع بعض ويسيب لي الشغل. ده محلك العيش. يلا بعد اذنك يا استاذ. خير يا باشمهندس. اتفضل يا استاذ، اتفضل. انت جاي تنكد عليهم اكتر ما احنا منكدين. اتفضل خير. هو حاجه سر يعني قريبهم ولا جاي خير؟ والله خير والله. الموضوع تعالى يا احمد. لا ما تقعدش انت بقى شريك. اقعد يا احمد. احمد بيعيط. اقعد يا عم احمد. مبارك خير. نجيب لك الاول حاجه تشربها. ربنا يكرمك. في حاجه ولا ايه؟ خير يا رب. حبيبي خير. كان معرفش اقابلك كده، فاما جت فرصه قدامي قلت لك الشغل اليومين دول صفر خالص الدنيا غلطه، فجت فرصه سفر قدامي حلوه فقلت مناسبه لاحمد. وبصراحه احمد من الشخصيات المحترمه اللي الواحد بيعزها. لو فرصه مناسبه احنا نساعد والله. وانت شكلك ابن حلال. الله يكرمك. انت كتر خيرك. لو والله السفر بطريقه غير شرعيه، لو هيقعدوا في بلدهم من غير فلوس، لا هتيجي تقول لي بقى يطلع على حدود، يطلع من غير تأشيرة، من غير جواز سفر، أي سكة غلط إحنا مش هنسامح لا مفيش الكلام ده خالص. ولو الدنيا مقصرة معاك يا ابني، إحنا من بعد الثورة بقالنا 3 سنين مش شغالين وما تشيلش هم. أنا أول ما سمعتك بتقول إخواتي وأمي والكلام دوت يا ابن الناس، أنا عندي استعداد أديك أجازة أسبوع تريح فيها أعصابك وأجرك ماشي. ولو مالين ايديكم الراجل ده هو شكله ابن حلال، لو سكته دغري هتلاقوني انا بساعدكم في الاوراق اللي انتوا هتمشوا فيها. معايا يا شريف؟ ما تحطش ايدك ورا ظهرك، عايزك تفكر في الموضوع شغال يا ريس قبل ما تاخد خطوه احسبها، لان الراجل ده فكرني بالجماعه القدام ايام افلام احمد زكي والحوارات دي. ممكن يكون هو طيب بس بيضحك عليه من سكه تانيه. انت دلوقتي سكه السفر دولة عربية ولا بره؟ إن شاء الله هيبقى دولة أوروبية. أوروبية؟ ما يتكلوا على الله معانا إن شاء الله. العقودات بس هنجهزها اليومين دول، وبس يجهزوا بعض الأوراق المطلوبة منهم، وهنيجي إن شاء الله في الشط كده. أنا جاي لك من درب جمال. قال لي قابل حضرتك يعني بالنسبة لموضوع السفر وكده. لا ربنا يخليك. كنا عايزين نطمن بس الموضوع ده الدنيا فيه إيه يعني، بجد مش بجد، عشان عارفين شركات كتير
تبقى موضوع نظري في الموضوع ده. لا طمن، الموضوع جميل يعني هو شايف حضرتك مترخصه وكده طبعا هو جمال عارف. انا حلمي ان انا اسافر بره عشان امي واخواتي. العيشه بقت ضنك. انت بتشتغل ايه اساسا؟ بشتغل عامل، العيشه بقت ضنك في البلد. نفسي اروح بره عشان اجيب لاخواتي، احقق لهم احلامهم واجوز اخواتي عشان ابويا توفى وكده. عايز اطلع يعني اشتغل بره وكده. ان شاء الله يحصل. العيشه بقت ضنك في البلد. هيحصل ان شاء الله. بعد 12 سنه تخرج هو شغال في محل ادوات نظافه، وانا نفس القصه معاك ادوات نظافه. انت عارف البلد حالها واقف، حسبي الله ونعم الوكيل. فاحنا عشان ننصر ربنا سبحانه وتعالى ثم فيكم ان احنا ربنا يكرمنا على ايديكم موضوع السفريه دي. خير ان شاء الله. الموضوع ده انا مش هقول لك بقى ايه اللي حصل بقى بعت دهب والدتي واستلفت وعملت جمعيات يعني كل الحوارات عشان خاطر ربنا يكرمنا في موضوع السفر ده. ان شاء الله باذن الله. فبالله عليك يا اخي لو كان خير خير، مش خير يعني ان شاء الله عرفنا بس هتسافروا وتظبطوا كل واحد يجيب شقه ويجيب عربيه وعروسه. حلم حياتنا ان احنا نروح بره عشان نجيب لاخواتنا وكده ونعزل حالنا وكده. ان شاء الله. العيشه في البلد بقت ضنك. ان شاء الله طمنوا. العيشه في البلد طمنوا ان شاء الله باذن الله. خير يعني يا استاذ احمد. خير ان شاء الله. خير يعني باذن الله ان شاء الله. بارك الله. هو جهزتوا الورق والفلوس كل حاجه جاهزه. كل حاجه موجوده كل شيء تمام. ادينا انت بس ميعاد نجيب لك الورق ونجيب لك الفلوس وكل شيء تمام ان شاء الله. ان شاء الله. وبالنسبه للسفر هيبقى امتى يعني ان شاء الله؟ بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان ان شاء الله. لا ان شاء الله. نورتوا يا رجاله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه يا حاج. اهلا وسهلا. اجيب لك قهوه؟ لا ما عنديش حاجه. اول شغلي. الحمد لله تمام. ناس كتير قوي جت والله. الحمد لله خير كتير. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حاج فرحان؟ عامل ايه؟ حظك حلو والحاج احمد موجود. قلقان وعايز يطمن يشوف الاجراءات والورق بتاعه. خلصت الباسبور بتاعك؟ خلصت كل حاجه. الفلوس؟ جاهز كل حاجه. كله باسبور وفلوس عندك؟ موجود. بقى احنا اجراءاتنا احنا بقى نعملها ان شاء الله. انا قلقان بس من الموضوع ده، بس انا خايف لحسن ما يتمش وكده ويضحكوا علينا في عرض البحر ويسيبونا وكده يعني. لا يا ابني احنا شركه معتمده، شركه صحيه محترمه. السفر هيبقى ان شاء الله في اسكندريه. من شاطئ اسكندريه هنوديك شاطئ اوروبا، روما، ايطاليا. شاطئ ايطاليا وانت عارف الباقي بقى ده شغلتك انت. احنا علينا نسفرك لشاطئ من شاطئ اسكندريه لشاطئ روما. وتتصرف بقى يا ابني، ده شغلك انت، ربنا يوفقك. يعني ما يحصلش اي تلاعب كده في الميه والشغل ده ويرمونا في البحر؟ لا يا عم احنا شركه كلام الافلام ده ما بيحصلش. انت بس معلمين من الحته دي بصراحه، حته ان احنا نترمي في البحر. لا صعبه. ما علينا، احنا ورقنا رسمي يا ابني ومعانا تصريحات. ما عليك بس تجيب الباسبور والفلوس ومالكش دعوه بحاجه. نقول لك ميعاد الايه؟ السفر ان شاء الله. بالنسبه لاي واحد يجي يتكلم معاه يجيب الفلوس والباسبور وعدينا الفلوس شويه. انت حظك حلو من المجموعه القديمه. ما عليناش عليك. انا المجموعه الجديده معلين عليه احمد ربك بقى. حظه حلو ان هو شاف حضرتك النهارده. وحظه ان انا ما بجيش عشان باخد الورق وناخد التصريحات، فشغل كتير بنعمله. تمام. ربنا يوفقك. عندك كم كده كميه كبيره بالنسبه للجوازات وفلوس؟ 24 واحد. لا ما كفاش. طب احنا هنيجي امتى تاني يا استاذ احمد؟ لا ما تجيش انا اقول لك معايا تتصلوا بينا يعني كده؟ لا اتصل بيك، احنا بنخلص كل حاجه يا ابني. الله يقويك والله. اتفضل انت. شكرا. اتفضل يا حبيبي. الحمد لله سلام. الله يسلمك. الحمد لله. ايه اخبار السفر؟ على ميعادنا ان شاء الله ولا ايه؟ ان شاء الله باذن الله. كل امين يعني؟ باذن الله ان شاء الله. جد ولا نبيع ونروح نغرق ونخسر الاثنين؟ يا عم ولو اتكل على الله مش مشكله. بس شايف حال البلد واقف وعرضنا ربنا يخبزنا عيش بره ولا حاجه. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. ربنا معاكم. مش هنساك على فكره. ما نشوف. ان شاء الله يعني. كله بيقول كده في الاول وبتسافر. لا بس يكون جد. مش عارف بتغرق ولا ان شاء الله ان شاء الله. انت بتشتغل ايه اساسا؟ انا بتاع بيتزا ان شاء الله. بتاع بيتزا؟ انا شغال في بيتزا. محل بيتزا برضه؟ الموضوع جد ولا هزار يعني؟ والله جد ان شاء الله اطمن. كله بيقول كده وفي الاخر الناس اللي بتغرق وكل يوم. لا المكتب معتمد وناس كتير سافرت وبتاع وكده وناس كتير بيجي لنا والله. يعني عم فوق الفلوس ولا عم فوق الميه؟ عم في البحر اهو. مفيش مشكله. موضوع السفر ده امتى بالظبط يعني؟ ان شاء الله قريب. مش جهزت الورق والفلوس خلاص؟ كله جاهز. ان شاء الله. يعني مضمون ان شاء الله. توكل على الله ما تقلقش ان شاء الله. لا مفيش حاجه. خلاص ماشي. ايه رايك انت؟ خلاص ان شاء الله لو المضمونه انت خلاص انا مالي بقى بس سيب ما احنا نسلمها ربنا البلد ربنا يكون خلاص ماشي ان شاء الله. خلاص ماشي يا استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. والله حلم حياتي من وانا صغير ان انا اسافر وبتاع، بتمنى من ربنا يعني يحقق لي حلمي
وعشنا في ربنا سبحانه ان شاء الله يعني ان شاء الله يحصل باذن الله، ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. المهم جهزت الورق والفلوس كده؟ جهز كل حاجه، جهز كل حاجه، كله تمام يعني، بس اتمنى يعني الموضوع ده يكون بجد. لا بجد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اطمن يعني. هنسافر ازاي ان شاء الله؟ قريب ان شاء الله تعرف كل حاجه من جميلها. ان شاء الله احنا فاهمين وعارفين كل حاجه ان شاء الله باذن الله. هنيجي برضه ندفع الفلوس هنا وكده؟ انت مش دفعت لها الجمال؟ اه دفعتها. طيب خلاص. هيجيب هو؟ ان شاء الله. تمام. مش مشكله. انت بتشتغل ايه اساسا؟ انا بشتغل في صناعه وخيال. اهلا وسهلا بالتوفيق ان شاء الله تسافر ان شاء الله باذن الله. من صغير ان انا اسافر بره وكده وربنا يكرمك. ان شاء الله هيحصل باذن الله، تسافر وتعمل كل اللي انت عايزه ان شاء الله باذن الله. وربنا يوفقك باذن الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا. ده من الناس اللي هيسافروا؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا. اسمك ايه؟ عمار. بتشتغل ايه يا عمار؟ شغال تطريز. فين؟ تطريز. جبته عشان يستفسر هو. هتسافر هناك برضه هتشتغل تطريز؟ لا بقى انت وشغلانه تانية بقى حسب ما ربنا يريد بقى. واخبار الشركه يعني والعقودات الحمد لله ماشي الحمد لله تمام. شغال يعني؟ ان شاء الله باذن الله. اصل في شركات انت عارف يعني. لا الشركات اللي انت عارف يعني دي مش يرموك على البحر لا ده في الافلام. ويزملوك تسال عليه استاذ احمد معاك. اكون فكرنا بالعرب ولا يعني الكلام اللي انت قصدك فيه ده في الافلام بيحصل بس مش عندنا. سامع عارف يعني جاب لنا ناس وسافرت قبل كده كتير. يعني شركه ماشيه بمرض الله؟ ان شاء الله باذن الله. شركه موثقه مش كلامه بس في الهواء. هنعمل حاجه ثانيه؟ مش بتعرف تعوم؟ توكل على الله. جهز انت بس فلوسك وان شاء الله يطلع لك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانا ريس هخليهم اجيب منهم فلوس ونجيب لنا حد ثاني كده عايزين 7 9 12 اي حاجه. نجيب لك ماشي وماله نجيب. خلاص ماشي يا باشا. نستأذن. مع السلامه يا باشا. مع السلامه والسلام. اقعد عادي. ايه يا عم في موضوعنا؟ خلاص ظبطت لك الكلام كله. يعني هنمشي نسيب بدري ولا ايه؟ المهم الفلوس جاهزه؟ الفلوس جاهزه يا عم حاجه مفيش مشكله. خلاص يا عم مفيش مشاكل. انا بكره ولا حاجه كده هروح انا وانت المكتب هنتكلم صاحب الشغل في الموضوع دوت صاحب المكتب. نروح يا باشا مفيش مشكله. خلاص انت هتطلب شغل امتى؟ كده مسلم. انا اللي انت عايزه انا معاك لو من دلوقتي معاك يا عم اهم حاجه نمشي من هنا. خلاص اخر النهار كده هنروح انا وانت. ماشي؟ يا عم ولو عايز دلوقتي اللي انت عايزه. لا عشان نفك منه اخر النهار عشان هتروح انت والولا محمود بتاع الغرزه اللي هناك دي. ماشي. كان عايز يسافر بكره برضه. انا قعدت معاه امبارح واتكلمنا واتفقنا برضه نروح نبقى مع بعضينا احنا الثلاثه. خلاص ماشي يا عم واللي ان شاء الله. الشغلانه دي مصلحه بتاع البلد هنخليك تعدي بصاروخ لاخوك. يا عم العد اهم حاجه يطلع من بالك. فيلا وعربيات بقى وعماير وارض وهتبقى برنس. يا عم بعدنا عن عمليه الفلوس ديت واللي انت عايزه وعمال ايه ده لو بس الفلوس ده هيندق عليك بعد كده مش هتبص له. ما هو انا عايز كده. يا ابني الكلام ده ما ينفعش. ده اكل عيش. لا يلا قوم امشي. الكلام ما ينفعش. لا ما ينفعش الكلام ده يلا قوم. لا ده اكل عيش ما ينفعش. لا هو بيلعب معايا ما ينفعش الكلام ده قوم. قوم لو سمحت. خلاص يا عم يلا مروح. ما ينفعش الكلام ده. ابقى تعالى اخر الشهر بقى خد مني اسبوع فلوسك اهو تعالى. فين الميه يا حوده؟ ايوه يا ريس. جاي. تعدل لنا على شويه ميه يا حوده. يا عم ده انت اللي هتعدينا يا عم اسيب لك ليه بس؟ شكلك كده هتعدينا وهتخلقنا ولا ايه بالظبط؟ الخنقه بتاعتك دي مش هتخلع منها ولا ايه؟ هنطلع عندي ان شاء الله. ال 15 معاك جاهزه؟ والله العظيم. بقى بكره خلاص تروح المكتب. اتفقنا؟ خلاص ماشي نتوكل على الله ونشوف الدنيا دي ترسى عليه انت كل زبون هتتكلم معاه يا عم اتفضل امشي روح مش عايزك. يا عم مش عايزك يا عم اتفضل اتكل على مش عايزك. انا مش عايزك ما تشتغلش معايا يا عم مش عايزك. طب خلاص يلا ولو شفتك كده تاني خلاص خلاص حصل خير خلاص. السلام ورحمه الله وبركاته. صلى على النبي. شكلك جاي مبسوط الموضوع بقى خلصنا جوه يا عم جماعه. خلصنا جوه ايه يا عم؟ اول ما شفت الراجل خرجت كده الراجل عمل ايه كده؟ اتفضل ماشي. انا خلصت موضوع السفر اللي كنت مكلمك
اسلمكم عليه بجد والله ان شاء الله والله بجد. فانتوا رايكم كده ان شاء الله هننوي كده السفر قريب الحمد لله يا رب يعني ولا ايه؟ باذن الله النية خير يخدمهم يعني النية خير على الله. الواحد يعني فرحه ما تتخيلش انا فيها، ما تتخيلش الفرحه اللي انا فيها دي والله. الواحد بيعمل اللي عليه والباقي على الله والله بجد. يا ابني انت وهو انتوا سعد اهو، ليكوا لقمة عيش هنا هتاكلوها، ليكوا لقمة عيش بره هتاخدوها. الرأي الأول والأخير ليكوا انتوا. ده فرصة مش هنضيعها. مش هنضيعها يا عم ربنا يكرمك ويسهل لك. وأي حاجة في ذمتي في ضميري في رقبتي. ربنا يخليك قريب بس الفرصة دي ما تتعوضش. ما يهمكش ما يهمكش بس يا رب اوعى الندم. أهم حاجة أي خطوة ليها مليون حساب. وما تقلقوش من أي حاجة. أنا عن نفسي مش مطمن المشوار ده وأنتوا اللي ليكوا الرأي في الأول وفي حاجة الآخر. تريح لك يا ريس والله. أنا خايف عليك عشان في عيش وملح حاجة حلوة يعني لما نطلع واحنا نمشي غيرنا يا ريس يعني ما لا حتى لو بارك يا ريس بارك. ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك بس الأوراق تظهر. هتظهر ان شاء الله. ويا ريت تتصلوا بيا وتتابعوني. انا ان شاء الله ليا مزاج اطمن عليك. الفرحه اللي انا فيها قد ايه عشان خاطر اخواتي دول والله. انا فرحان قوي والله. ربنا عشان اروح بلاد بره عشان اجمع على اخواتي دول. باذن الله كده يبقى كل حاجه خير باذن الله طالما حاطين رجلنا في بعضنا. يا رب. ونوينا ان هي خلاص خير ان شاء الله. والله ما تتخيلش مش مطمن لك في الزياره دي يا عم جمال واللي هم يشوفوه صح يعملوه. مع احترامي ليك انا اللي في قلب عم جمال. جمال انا بتكلم كل الحاجه على بركه الله يا عم جمال سافر يومين ان شاء الله. بتكلم بلغه حاجه كده الراجل اللي انتوا شغالين معاه بيتكلم كلام مش كويس. لا انا بتكلم بخبرتي انا بتكلم بخبرتي والراي الاول والاخر ليهم هم خلاص اللي يريحكم عايزين تستمروا مكانكم هنا مفيش اكل عيشكم الا الندم الا الندم الله معايا ما تندموش وما تدفعوش ولا جنيه ما تدفعوش ولا جنيه غير لما تكونوا على الباخره على الطياره على الميكروباص. استاذ جمال اقول لك على حاجه شكرا يابا على اي خير احنا معاك اوعى تقطع اوعى تقطع يا شريف شكلك هتقطع. سلام عليكم من اخواتك وربنا يكرمك ونيتك سعيد. انا اسف اللي صرحت معاك عادي ولا يهمك بس لولا في عيش وملح ما بيني وما بينهم. والله يا ابني ربنا يكرمك مفيش في اي حاجه ليكم. ربنا يكرمك. سلام عليكم. يا رب تعمل بالنصيحه يا شريف عشان انت داخل بصدرك. سلام يا زو. ده عيش وملح يا حبيبي. يا شباب عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ فكرت في الموضوع اللي قلت لكم عليه؟ لا والله فكرنا والله بس صاحب الشغل شاد عنا شويه والله. شاد عليك ازاي؟ لو حضرتك انت وكيل بقول لك اخر الشهر مش عايز يدينا راتبنا. ازاي؟ بص اقول لك حاجه اتفقت معاه قبل ما تشتغل معاه على مرتبك انك انت تاخد مرتب اخر الشهر؟ اتفقنا. طب ماشي خلي جالك ظروف دلوقتي هتعمل ايه؟ مش عارفين والله. مش عارفين والله. وجالك فرصه احسن انت هنا تاخد كام؟ لا بناخد 700 جنيه 700 جنيه تاخد مش تسكن منها وتوفر لك 200 جنيه انما استفرد انا المسؤوليات اللي علينا بس استفرد انا جايبها لك دي فرصه مش هتتعوض. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك حبيبي هلا بيك. يا حبيبي شو بتعملوا؟ الحكمه والسلامه على الاستاذ. انا يا حبيبي هلا هيك بريت زنتي يعني انتوا جبتوا البلد تنافسكم. انا قلت اذا بدي اشوف هذا الراجل او اي حدا عم يقعد يحكي معاكم بالشغل ما بدي اياه بالمحل. بالاذن يا زعيم لو سمحت. ومن بعد اذنك من بعد اذنك انت ما بتفتح تمك قبل ما اخلص. بص ما تحكيش في الكلام كده وده فرصه بالمزاج خلاص هم مش مرتاحين معاك. انا مش عاوز تدوني وقت خلاص. احنا اصلا بعد اذنك دي فرصه هم مش مرتاحين معاك في الشغل. خلاص تفضل اتفضل يا حبيبي. على العموم انا ماشي انت معاك مرتب عندي تفكروا ماشي يا زعيم. المصلحه جاهزه على فكره لو هتفكروا شرف اي وقت. فرصه سعيد سلام عليكم. والله برضه احنا اتخانقنا والله العظيم انتوا ناس ما بتحترموش الشغل. هي فين الشغل؟ يا حبيبي يا حبيبي انت مويلك مرتب عندي تمام؟ هلا ما عليك مرتب عندي. احنا ماشي ما عليك مرتب عندي. انا نصب من الشغل وهنسيبه. طيب يلا اتفضل. طب احنا عايزين ما في راتب يا حبيبي ما في راتب عندي للناس ما بتعرف تشتغل. لا ازاي يعني احنا عايزين يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي يلا. عموما هتدينا راتبنا لا مش عايزينه يا عم. يا حبيبي ما في مرتب يلا سلم على والدك يلا. معلم بس الراجل شكلها سفريه بره حلوه وكده. طب يا سيدي انت هو شوف مصلحتك انت. ماشي يا عم الله يسهل لكم يلا يا انت هو